الأمر جاء من الله أن يذبح ولدك. يجي له البلاء التاني. البلاء التاني اللي هو إيه بقى؟ حاجة عجيبة جدا، إن الواد هيموت. والله ده لوحده بلاء. يعني لو إبراهيم شاف رؤية إن ابنك هيموت، بلاء شديد جدا. لا، هو البلاء مش كده. هو البلاء إن ابنك هيموت مقتول. يا جماعه سيبكم من اي سيبكم، انتوا مش عارفين القصه، ها؟ احنا مش عارفين القصه، ده مش عارفين ايه اللي احنا هنواجه ايه كمان شويه. انا بقول لك اهو، ابنك مات، البلاء ده عليك عامل ازاي؟ طب ابنك ما ماتش، ابنك اتقتل، فالبلاء ده عليك عامل ازاي؟ اشد من مجرد الموت. لا، هو ابنك ما اتقتلش، يعني مش خبطته عربيه، انت رايح تستلم ابنك مذبوح. انتوا فاهمين البلاء ده؟ هو المفاجاه بقى ان هو مش كده، ده الامر ان انت اللي هتذبحه. والله العظيم بلاء يطيش معه العقل. الامر جاء من الله ان يذبح ولدك. بلاء شديد. مش مثلا ابعته في معركه واحنا بنقول لك انه هيموت في المعركه، لا. مش مثلا اطلع بيه فوق جبل وزقه، لا. مش وقفه ورميه بسهم، لا. ده ابراهيم عليه السلام امر بقتله يكون القاتل فيها اقرب ما يكون من المقتول. امر بذبح ولده. يعني يا جماعه، قلب ابراهيم كان عامل ازاي وهو يعالج ذبح الولد، لان هم وصلوا فعلا انه نيمه وامر السكين على رقبته. يعني ايه واقع البلاء ده على سيدنا ابراهيم، على قلب ابراهيم عليه السلام. يا شباب، يا اللي مش عاوز يسيب شهوه، ولا البنت اللي مش عاوزه تسيب شهوه، احنا قلنا لكم قبل كده، بعيدا بقى عن مساله الشهوه وترك الشهوات، قلنا لكم ان الاوامر الشرعيه جاءت بذبح الشهوات. يعني اللفظ ده ما قلناهوش، بس احنا بنقوله هنا لانه مناسب للمقام. في درس عرفه لما اتكلمنا عن ايه، عن بس فكره مواقيت الصلوات، فاكرين ازاي اوامر الشرع جاءت، نستخدم بقى اللفظ اللي هو يعني مناسب للقصه، جاءت بذبح شهوتك. لانك طول ما انت لم تذبح شهوتك فانت عبد ل100 اله. ل100 اله